الخير على قدوم الواردين. انا بتعب وبشقى والحمد لله، ربنا بيدينا على قد تعبي. اللهم لك الحمد. ازيكم اغلى واجمل متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. ما تنسوش تذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده بقى جايين بفيديو من عند الطيور، يا رب ينال اعجابكم ورضاكم. حبايب قلبي، قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشتركين، واهم من كل ده انكم تنزلوا تصلوا على الحبيب المصطفى في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. فيديو النهارده يا جماعه روتين قوي جدا، روتين تنظيف وكنيس، وهنطمن بقى على طول النهارده. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين كده بقى يا جماعه اهوت، كنست بقى السطح كله ونضفت بقى الاوض. يعني النهارده يا جماعه كان روتين من نار، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. تعالوا بقى نطمن على كتاكيتنا ونشوف بقى اوضنا بقت عامله ازاي. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال ده كله اهو. كنسنا بقى نضفنا يا جماعه النهارده، اليوم كله كان على السطح عند الطيور. كنست بقى ونضفت وظبطت لهم الدنيا وبقت تمام وزي الفل. ونقلت بقى الفراخ في البوكس اهوت، ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو تفتكروا يا جماعه الفراخ دي كانت في الاوضه التانيه في البوكس اللي هناك الدور الواحد. فانا بقى كنست بقى البوكس نضفتها بقى وجبتهم بقى فوق هنا يا جماعه، عشان هم ما شاء الله كبروا وحجمهم بدا يفرق عن الاول اهوت، ما شاء الله تبارك الرحمن. فجبتهم بقى هنا يا جماعه في الوسط، لان كل ما توسع للطير كل ما يكبر معانا اكتر واكتر يا حبايبي. تمام، ما شاء الله زي الفل. ونزلت بقى التانيين تحت اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اهوت يا حبايب قلب اهوت زي الفل. نزلت بقى دول برضو تحت اهوت، ما شاء الله. في فرخة منهم هند ماتت من الهند الصغيرين، والفرخة البرومة دي هتحصلهم، يعني شكلها تموت هي كمان. ما اعرفش السبب، الحمد لله وخلاص. نيجي فلوس بقشيش، يعني يا جماعة الواحد مات من الديك برحمة كبير. كان والله يا جماعة معروض عليا ب5000 جنيه مادتها بيها، فالحمد لله اهو نصيبه بقى اللي هو مات. الحمد لله على كل حال. ما شاء الله شايفين برضو النظافة هنا اهوت. نضفت برضو عند البط الفرنساوي وظبطت لهم برضو الدنيا اهوت اهوت زي ما انتم شايفين النظافة. نضفت برضو للوز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي اهوت يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. نضفت برضو للوز دهوت، الأوضة بقت نضفت كويسة زي الفل ما شاء الله. تعالوا نصب بطاتنا بقى للرقدة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي، الله أكبر اهوت يا حبايبي زي الفل اهيت. وإن شاء الله يا حبايبي بإذن الله الفيديو جاي هيكون عن الوز ان شاء الله. ازاي بقى يا جماعه ان احنا نحرش ذكر الوز، لان الطلب مني كتير تحريش ذكر الوز يا جماعه. واقول لكم بقى كده شويه معلومات عن الوز ان شاء الله. وكان في اخ لنا على القناه طلب يا جماعه ازاي اعرف ان الفرخه الهندي قربت تبيض او عليها بيضه. فان شاء الله برضه هعمل لك يا حبيب قلبي الفيديو المخصص ذلك باذن الله بعد فيديو تحريش الوز ان شاء الله. لان يا جماعه كل اللي طالب مني حاجه انا تحت امره، وانا يا جماعه والله ما ناسي حد. كل اللي طالب مني اي سؤال او اي استفسار انا والله يا جماعه مستني بس كل اعمل كام واحد ورا بعضه كده، وان شاء الله اجاوب بقى للناس اللي محتاجه اي سؤال ان شاء الله عن تربيه الطيور. تمام، فيا ريت يا جماعه اي حد محتاج اي استفسار او اي حاجه عن تربيه الطيور يتفضل يكتب لي في التعليقات وانا تحت امره. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ما شاء الله الوزه بتاعت نهايه ما شاء الله. شايفين المحاره بتاعتها نزلت تحت خالص ازاي؟ شايفين ما شاء الله. دي يا جماعه دول خلاص كده ما شاء الله بقت تعبى على البيض خلاص، يعني هي يا جماعه كده قربت خلاص عن انتاج البيض ما شاء الله. برضه زي ما انتم شايفين يا جماعه دماغها اهوت من ورا متاكله، يعني كده يا جماعه دليل الذكر بيكسرها اصلا يا جماعه. تمام، دي تاني حاجه ما شاء الله. فباذن الله بقى ان شاء الله كده الفيديو الجاي هنحرش بقى ذكر الوز باذن الله، وهنعمل بقى الوزه بتاعتنا العش بتاعها ان شاء الله، عشان يا جماعه هي خلاص يعني بالكتير فاضل لها ايه يعني مثلا زي ايام كده باذن الله، وتبدا يا جماعه تبدا تبشر باذن الله يا جماعه. فدعواتكم بقى ان شاء الله كده تصلح الحال، وربنا يفرح ان شاء الله الكل من موسم الوز باذن الله السنه دي، وما يزعلش حد ابدا. تمام ما شاء الله ولا قوه الا بالله. تعالوا بقى نطمن على كتاك بطنا الصغير اللي طالع امبارح، ونشوف بقى البطايه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي بالله ونصلي على الرسول. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. قولوا ما شاء الله يا جماعه، قولوا ما شاء الله. اهوت يا حبايبي زي الفل. حطيت لهم بقى طبعا الاستقبال معلقه سكر على الميه. وعندهم وقت يا جماعه انا حاليا والله ما عندي علف، فانا حاطط لهم حبه دش اهوت على بس ما انزل اجيب لهم بعد الفيديو ان شاء الله العلف بتاعهم.
تمام. هما يا جماعه مش بياكلوا شيشه حلال، لا هما بياكلوا علف يا جماعه. لا بس انا يعني العلف ده اللي الدش ده عليه يا جماعه علف ناعم، فانا حطيته بس كده على بس منزل بقى اجيب لهم ان شاء الله علف بعد الفيديو. تمام. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هو يا حبايبي شايفين ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه، لسه برضه مدفياهم يعني زي مثلا اسبوع كده يا جماعه، وهنطلعها بامر الله. عشان ايه؟ ما تقعدش عندهم كتير، عشان برضه باذن الله تبدا بقى ان هي كده تاكل وتتغذى وتسترد صحتها، وتبدا ان شاء الله تبدا احسن من الاول باذن الله. تمام. الحمد لله انا بتعب وبشقى وربنا بيديني يا جماعه على قد تعبي. الخير على قدوم الموردين والله يا جماعه ما شاء الله، وعوض ربنا يا جماعه جميل جدا 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 يعني. لان انا كان برضو المره اللي فاتت الروميه بتاعتي ما جابتش عدد قد كده يعني في الرومي، فالرومي بتاعها كان طالع كله معوق ومات. فالحمد لله ربنا عوضني يا جماعه بالبطاريه ديت ما شاء الله. بطاريه ممتازه جدا طبعا يا جماعه. البطاريه ديت يا جماعه بطاريه مسكوفي. تمام. هتقولوا لي يا عمرو البطل المسكوفي بيرقد ويطلع يا جماعه، والله يا جماعه دي مسكوفي من اللي بيرقدوا اللي طلع كمان يا جماعه. مسكوفي ار 41 والحمد لله عندي. كنت جايبها من كام سنه ولقيتها بتبيض عندي وبتطلع كانها زي البط البلدي بالظبط ما شاء الله يا جماعه. انتاجها جميل جدا، بطها ممتاز جدا، وكل اللي اخد من البط بتاعها شكر لي فيه. وكان والله يا جماعه ناس كتير جات لي تحت البيت طلبت مني البط من ده يا جماعه، بس والله يا جماعه للاسف انا مش هبيعه، لان البط ده انا محتاج ان اربيه المره دي بقى باذن الله، لان انا ما عنديش يا جماعه بط قد كده، بط يعني كويس ان اربيه غير البط ده. فان شاء الله يا جماعه كل اللي طالب مني اي حاجه ما يزعلش، وان شاء الله البطايه السوداني هتطلع وهبيع لكم ان شاء الله من انتاجها باذن الله. او بقى لو مش حد حابب من البطه السوداني يستنى بقى لما البطه دي برضه تبوظ تطلع المره الجايه باذن الله. تمام. فكل اللي محتاج حاجه يا جماعه انا تحت امره. بس انا للاسف يا جماعه ما عنديش توصيل والله يا جماعه، انا ما عنديش توصيل لاي اماكن بره. تمام. عشان بس تكونوا عارفين. ما شاء الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زي الفل. هنقفل بقى كده عليها. نطلع بقى نشوف العركه اللي بتحصل بره ديت. ما شاء الله الديك بيحام على مكانه ما شاء الله. اللهم اسالك من فضلك. اللهم صل على النبي. طبعا بقى ايه احط لهم بقى ميه كده ما شاء الله. هغير لهم برضو الميه لان يا جماعه مش نظيفه. كنت حاطط لهم يا جماعه فيها حلبه، طبعا من الحلبه ما ينفعش يا جماعه تستنى 24 ساعه في الميه، لازم نغيرها بعد كام، بعد 10 ساعات. تمام ان شاء الله. انا لسه برضه يا جماعه معشيهم من شويه، حاطط لهم دورات شيشه وعلف ان شاء الله. زي الفل. بس كده يا حبايبي قلبي، ده كده بقى يكون الفيديو بتاع النهارده. يا رب ينال اعجابكم ورضاكم. لو عجبكم متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني من قناتي قناه المربي الصغير كل جديد اول باول. يلا يا حبايب قلبي، دمتم لي في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.